ما تيجي نعمل مع بعض تشيكن وينجز، اجنحه الفراخ بصوص البافلو الحار، حاجه عظمه وهتعجبكم كتير. بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش احب افكركم. بعد بسم الله معانا كيلو من الاجنحه، وانا مدخل معاها الدبوس بتاع الكتف. هنبدا نغسلهم ونروق عليهم تمام علشان نرفع منهم اي زفاره. هنضيف لتر من الميه تقريبا، عليهم بمعلقه كبيره ملح وعصير 2 ليمونه، معاهم 3 معالق كبار من الخل، ونديهم غسله تمام. ونبدا نجهز توابلنا. هنظبط الملح حسب الرغبه، ومعلقه صغيره من الشطه، على معلقه صغيره جنزبيل، ومعلقه صغيره توم باودر، على معلقه صغيره بصل باودر، معاهم معلقه صغيره بابريكا، واخيرا معلقه صغيره فلفل اسود. ونديهم تقليبه مع بعض ونقسمهم نصين. هننزل بنص التوابل على الاجنحه ونولفهم مع بعض تمام. ونجهز كوبايه دقيق، عليهم بكوبايه من النشا، وننزل عليهم بالاجنحه زي ما انتم شايفين، ونقلبهم تمام، وننفض اي زيادات، وبلاش ننزل بالكميه كلها علشان ما تعجنش مننا. وعلى الطاسه بعد ما الزيت يسخن معانا تمام، واول ما الاجنحه هتبدا تاخد اللون الذهبي الجميل ده هنرفعها من على النار على طول. ونبدا نجهز الصوص. هننزل بمعلقتين كبار زيت، وعليهم بمعلقتين كبار من الزبده. تسيح معانا، وننزل بمعلقتين كبار صلصه طماطم. هنديهم تشويحه على السريع، وهننزل عليهم ب3 معالق كبار من الكاتشب. وما تنسوش كل شغلنا على نار متوسطه. كام تقليبه، وهنضيف معلقه كبيره من السكر، ولو متوفر عسل هيكون افضل. عليهم ب3 معالق كبار صويا صوص، على معلقه كبيره معجون فلفل احمر، ولو مش متوفر ممكن نستخدم الهريسه اللي بنعملها في البيت. وعليهم ب3 معالق كبار من الخل. ونبدأ نضيف النص التاني من التوابل اللي جهزناها ومحتفظين بيها. وعليهم بالأجنحة، ونديهم تقليبة تمام. واخيرا معانا نص كوبايه ميه مدوبين فيها معلقتين كبار من النشا، ونبدا ننزل بيهم.
ونغطي لمدة 5 دقايق على نار هادية، وبعد ال5 دقايق هنرفعها من على النار، وده هيكون شكلها وعلى التقديم على طول. وما ننساش رشة السمسم، وبألف هنا عليكم. ولو لسه مكملين معايا يبقى شكرا كتير ليكم، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش احب دايما افكركم. سلام.